وراقبها بعيني الحب من بعيد على تل موزة الواسع في اليوم 21 من آذار الربيع، وهي كانت قد أتت مع أخيها من حزب اليمين الكردي تحتفل بالنوروز، وكانت مرتدية بنطلونا أحمر فاتحا وقميصا أبيض، وكانت المسافة التي بينهما بعيدة، وعلى أغلب الظن لم تلاحظ هي شيئا، وهو لم يكن لوحده، إنما صديق له في عمره يكتب الشعر مثله كان يرافقه. تل موزة كبير ويتألف من تلال كثيرة، وعليه ينبت الحرمل قويا كأنما هو شجر، الصعود إليه يرهق الظهر والأنفاس. إن صعدت تلال موزة ذات يوم مرة أخرى فاخلع نعليك أولا.